أهلا وسهلا فيكم مرة تانية في قناتي دينا لايف ستايل. هذا الفيديو هو تجهيزاتنا لعيد ميلاد ابني الصغير. هذا الفيديو حيكون قبل الفيديوهات اللي حتبلش نحكي فيها عن تجهيزاتنا لرمضان إن شاء الله واستقبال رمضان. الله يخلي لكم أولادكم. هون ابني الصغير صار عمره 10 سنين، فكتير كان حابب إنه يعمل عيد ميلاد في البيت. أغلب عيد ميلاده كان يكون صغير وململم، ولما دخل المدرسة بعمل له إياه بالمدرسة مع أصحابه، ببعت كيكة من اختياره وبيحتفل مع أصدقائه. هالمرة لا، كان كتير حابب إنه يتشارك مع أولاد عمه وأصحابه وإنه يعملوا في البيت. فما حبيت إنه أقول له لا، قلت له تكرم عينك. فعملت الزينة بالأول ذهبية حتى تتلائم مع الصالون. قسمنا القعدة لقعدتين، وهون البلالين خضرة لأنه ابني وهو صغير بحب اللون الأخضر. هون جهزنا السفرة، كانت ماما ساعدتني حبيبتي الله يخلينا إياها يا رب. عملنا فطاير سبانخ، نقانق ويلنجي وتبولة وبيتزا، حتى حطيت البيتزا فوق بعض يعني عشان توسع. وعملنا الكيك الأساسية اللي هو اختارها شخصيته، اللي هي على روبلوكس لأنه بحب هاي الشخصية كتير. والحمد لله كان كتير حلو الاحتفال وانبسطنا كتير. وكنت عاملة كمان مكرونة بالبشاميل، وعملت صينية بيتزا للصغار كانت مستطيلة والكبار كانت دائرية. عملنا أكتر من صينية يعني. هاي الفقرة هون لما فتحوا الهدايا وتصور هو وولاد عمه وأصحابه، وعن جد كتير كانت فقرة حلوة والكل انبسط فيها. هلأ الإشي الأساسي اللي حابة أورجيكم إياه اللي هو بعد العيد الميلاد. هلا هون انتم بتشوفوا بتحسوا انه مو كتير في كركبه صراحه. الحمد لله يعني بنات سيلفي الصبايا الحلوين كانوا ايدهم معي، عم بيشيلوا الاغراض، عم بودوها على المطبخ، عم بيضبضبوا حوالي. بس يعني خلص يعني الارض توسخت شوي، الازاز صار بده اعاده تمسيح، بدنا اعاده تكنيس. فهون انا رتبت الصالون كامل. هون كانت الدنيا بالليل، انا ما قدرت استنى لتاني يوم، يعني تقسم الشغل على يومين. بعد ما روحوا الضيوف عملت صالون للضيوف، نفضته وكنست الأرض، وجزء شطفته جزء مسحته، ورجعت كل شيء مكانه. بعد ما رجعت مسحته. الزينة لحد الآن بحب أقول لكم إنها موجودة، بس أنا رح أحتفظ بهاي الذهبية اللي على جنب اللي على الحيطة اللي على الزاوية، عشان حابة أخليها لأجواء رمضان حلوة الصراحة. يعني إن شاء الله الفيديو الجاي رح يكون تجهيزات رمضان، فترقبوا الفيديو الجاي إن شاء الله أو الفيديوهات القادمة. تاني يوم طبعا الصبح أنا صحيت، ما قدرت أكمل صراحة من التعب. تركت المطبخ والقعدة لتاني يوم. فهون لأنه كانوا الأولاد، إحنا قسمنا القعدة قعدتين، الصالون للستات والقعدة أو غرفة التلفزيون للأطفال. كانت كل قعدتهم هناك، واللعب وكذا ما بين غرفة الأولاد وما بين غرفة القعدة. فمثل ما انتم شايفين هلأ هون بلشت اني انا اضبطب كل الاغراض بتصوير سريع، وشلت الكراتين كلها اللي كانت الالعاب حطيتها على باب البيت عشان نقدر نطلعهم. يعني كل شيء انا كنت بدي اطلعه حطيته على باب البيت، والاشياء اللي قدرت احطها بأكياس حطيتها، فعشان تكون بعيدة عن العين وتكون جاهزة لانه نطلعها ان شاء الله. فهون زي ما انتم شايفين رح يكون فقرة الترتيب وتنظيف القعدة. وأثناء ما أنتم عم تحضروا الفيديو حابة أحكي لكم إنه إن شاء الله رح يكون الفيديو القادم مقسم لمجموعة أقسام. ما بعرف كيف حرتبهم، بس رح يكون شامل لترتيباتي وتجهيزي للمطبخ، لأنه صراحة حبيت قلت خلص يعني بنكون إحنا عملنا عيد الميلاد كان بآخر 2، ومنكون خلصنا من عجقة العيد ميلاد، فما بدي أمسك أي إشي في البيت سواء من الداخل للخارج، ولأنه كلياتنا بنحب نجهز بيتنا لاستقبال أي ضيف جديد علينا. فمباركم لما يكون ضيف عزيز زي رمضان، فأكيد بده يكون الواحد خلص كل المهام اللي عليه عشان يقدر يعني يروق لاستقبال رمضان. فالفيديو الجاي إن شاء الله رح يكون عن تنظيفي وتجهيزي للمطبخ، لأنه صراحة المطبخ بده إعادة ترتيب لبعض الأشياء، أني أشيل أشياء، أحط أشياء، أغير التنظيم والترتيب حتى يكون أسهل علينا. فحتى بعد هلأ هاي الفقرة رح ندخل على المطبخ وأورجيكم كيف نظفناه. شو بتحبوا أكتر بأعياد الميلاد؟ هل أنتم من الأشخاص اللي بتحبوا تعملوه بالبيت، أو لا بتفضلوا تعملوه برا أو بمطعم؟ كيف بتكونوا أو شو بتحبوا أكتر شيء؟ مناسباتكم أو عزايمكم الكبيرة
أو اللي بيكون فيها عدد كبير من الأشخاص. إحنا تقريبا هون عن جد كنا كتار، يعني كنا فوق، يعني تقريبا فوق 20 أو 25 شخص كبار وصغار. تمام، هلأ هون خلصنا من القعدة، فتت على المطبخ زي ما انتم شايفين. هلأ هون أنا عم بجهز جهة جهة. يعني بالأول كنت حاطة بالليل، كنت عم بحط يعني حتى أثناء ما كانوا الضيوف موجودين عشان ما أعجق المكان، لأنه بتعرفوا استخدام صحون كتير، معالق كتير، قهوة، شاي. فهاي الشغلات إذا بدي أخليها لتاني يوم لا راح أحتاج أشغل الجلاي مرتين. فالطناجر الكبيرة أو الإشي اللي استخدمتها أوريدي كنت أنا مجهزة كل شيء قبل العيد ميلاد، وكنت يعني شايلته. ضل بعض الأشياء الكبيرة كصواني ضلت أو شيء خليتهم لتاني يوم. أما قبل ما أنام كنت أنا حاطة كل الكاسات والفناجين القهوة والقهوة العربي والصحون اللي أكلنا فيها والصحون الحلو، حطيتهم كلهم بالجلاي وهلأ أنا عم بطلعهم. فهيك أنا خفف علي شغل كتير. يعني يعني حتى لو أنتم حاسين حالكم تعبانين ومو قادرين إنكم تعملوا كل شيء بيوم واحد، حلو لو على الأقل تنجزوا يعني مهمة لو أو نص مهمة لو في المطبخ. فمثل ما قلت لكم المطبخ كان لازم على دفعتين، لأنه طبعا خلصنا الحفلة ولروحوا الناس كانت للساعة 12 بالليل. فهلأ عم بحط الفوج الثاني، الشغلات اللي أنا شايفة، البايركس والصواني الكبيرة واللي كان فيها التبولة والأشياء اللي ضلت. أما إذا ضل أي إشي تاني فأنا بجني. هون طبعا كانوا عم بياكلوا من ضل من المعجنات، فرجعت حطيت بالتبلوير الأشياء اللي ضلت وحطيت الأشياء الباقيين في كيس نايلون. هلا إن شاء الله هذا الفيديو تمهيدي للفيديو اللي رح أنزلكم إياه إن شاء الله، اللي هو رح أرتب فيه المطبخ. فزي ما انتم شايفين في كتير شغلات رح خلص ما رح احتاجها برمضان، او ما ححتاجها بنفس الشيء. يعني مثلا مثل الحماصة ما اظن رح اخليها، رح اشيلها لانه ما رح يكون يوميا عندي الصبح اعمل فطور او احمص توست او احمص خبز. يعني رح يكون استخدامي لها كتير كتير قليل، فرح اشيلها من قدامي. فبدي احاول اوسع مساحات، لانه زي ما انتم شايفين مطبخي مو كتير كبير. يعني بحب يعني أعطيكم أفكار كيف أنا مثلا من مطبخ صغير أخليه فعال كتير وإنه يساعدني ويكون منظم أكتر. كل ما تقدمنا بشغلنا أو تعايشنا مع المكان أكتر بتصير تحس إنه لا بطل مناسب. مثلا إجت مناسبة حسيت لا لو عملنا هيك، لو ضفنا هيك، لو شلنا هيك، لو تخلينا عن بعض الأمور، لو برزنا بعض الأشياء، أخفينا بعض الأشياء من المطبخ، فرح ينظم لي وقتي أكتر ويسرع لي شغلي فيه أكتر. فإن شاء الله أنا كتير متحمسة للفيديو الجاي اللي هو عم بشتغلكم عليه، بحضر فيه مطبخي لاستقبال رمضان بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يحيينا. وترقبوا عن جد الفيديو اللي ححضر لكم إياه الأسبوع القادم، يعني يمكن مش الفيديو اللي حيجي اللي بعده، على خير إن شاء الله. فهذا كان الفيديو اليوم عن تحضيراتي قبل العيد ميلاد، أثناء العيد ميلاد، بعد العيد ميلاد. إن شاء الله يكون عجبكم. أشكركم لأنكم وصلتوا لنهاية الفيديو. إذا ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة، رح يوصلكم كتير أشياء حلوة ودائما من القلب. هون تاني يوم شربت زهورات، فبتمنى لكم يوم جميل وتصبحوا على ألف خير إذا كانت الدنيا ليل، ويومكم يومكم جميل إذا كانت الدنيا نهار.